احنا ايه اكتر حاجه مضايقانا في مناخيرنا؟ الترب. الارنبه عريضه شويه، يعني احنا لو رمينا العظم هنا شويه ونحتنا الارنبه شويه ورفعناها وقللنا عرض الانف من تحت ممكن تبقى كويسه. مستعده؟ السلام عليكم. أنف أنثوي يفتقد لبعض معايير الأنف المثالية. لو بصينا للوهلة الأولى هنلاقي إن أرنبة الأنف عريضة جدا، بتقع أثناء الضحك لأن هي نون سبورتد دايناميك ستيت، بتقع كمان. وقوع الأرنبة بيؤدي إلى كبر عرض الأنف من الجانبين زي ما احنا شايفين كده. في بروز بسيط جدا في ظهر الأنف ولكن واخد العين وعامل ديستورشن لخط النور اللي في ظهر الأنف. عظام الانف من اعلى عريضه. كمان صديقتنا بتعاني من ضيق في التنفس بسبب اعوجاج الحاجز الانفي من الداخل، وده اللي هنشتغل عليه بالمنظار. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. معايير الانف الانثويه المثاليه اصبحت تنطبق على الحاله اللي معانا النهارده زي ما احنا شايفين. ظهر الانف من اجمل ما يكون مقعر قليلا للداخل. لو احنا فاكرين قبل العمليه كان في بروز في ظهر الانف. عظام الانف من اعلى تم نحتها كاننا عملنا كونتورنج للانف من الجانبين. اجمل ما في الحاله هو ارنبه الانف اللي اصبحت ديفايند محدده، بتعكس نقطه النور الساقط عليها، اصبحت محدده ارفع من وضعها قبل العمليه، واصبحت سبورتد عشان ما تقعش اثناء الضحك، بالاضافه الى اصلاح مجرى التنفس من الداخل بالمنظار من خلال اصلاح اعوجاج الحاجز الانفي. صديقتنا اصبحت تمتلك جوهره مثبته في منتصف الوجه، واصبحت تستمتع باذن الله بتنفس افضل وضحك اجمل. شكرا ليكم، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام ان شاء الله.